انا جيت. السلام عليكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا فكرة فيديو النهاردة هي ولا نسخة يعني ولا شرح، هي حاجة حرفيا انتهت من فترة كبيرة جدا، او حاجة انا بطلت ان انا انزلها، وللأسف ناس كتير جدا بقت في المجال بتعمل كيبات تقرف حرفيا الا من رحم ربي فعلا بجد. احنا دلوقتي يا جماعه يعني طبعا لكل من جرب نسخه تيم دبليو اي فيرجن 6 اللي نزلت، تمام، والناس جربتها والناس كانت يعني والله جالي منها شويه تقييم حلوين جدا جدا، فرحوني جدا، شكرا ليكم كلكم. انا طبعا ما اقدرش انسى حاجه زي كده فعلا انتم بتعملوها. تمام تمام. بس النهارده طبعا لو تفتكروا ان احنا نزلنا كيبورد تيم فيرجن 1 من قيمه سنه ونص بالظبط، والحمد لله جاب نجاح كويس جدا ونزل على جميع قنوات التيم، وكان الكيبورد لفه كويسه جدا في المجال كله. فانا النهارده جاي لكم بفكره جديده وفكره جميله جدا، هو الكيبورد بتاعنا الاصدار الثاني فيرجن 2 كيبورد التيم زي ما انت شايف قدامك بالشكل ده. الكيبورد حجمه 5 ميجا بس، تمام، الكيبورد حجمه 5 ميجا بس، حرفيا مش هتشوفوا في جمال الكيب ده حرفيا من سمات وتصميمات جديدة جدا، وحرفيا الكيب كله جديد، حاجة يعني على الفرازة زي ما بيقول. طبعا هنفتح مع بعض الكيب نديله المتابعة وبعد كده نقول له حسنا. طبعا زي ما انت شايف الواجهة تصميم جديد، تصميم شكله كويس جدا. الكيبورد يا جدعان غير قابل للتعديل، مفيش حد ياخد الكيب ويشرح عليه الا لما يرجع لشخص او لفرد من افراد التيم، تمام. اذا كان ميسي سفاح اللي هو انا، عبد ميسي طيب، او محمد الكندي، او العقرب، تمام، دول افراد التيم. اي حد تاني فيكس، اي حد تاني ملوش لازمه، اي حد تاني مش تبع التيم، علشان في اشاعات بترجع تطلع تاني. خلينا بس في شغلنا. طبعا ده الاعدادات، ده شكل الاعدادات، شكل الاعدادات برضو تصميم جديد، كل الملفات باسم التيم. فالكيب علشان انت تعدل عليه او تعمل حاجه هتقفش، وبلاش وما تحرجش نفسك علشان ما نودكش ورا الشمس قسما بالله العظيم. تمام تمام. الاعدادات كلها شغاله، حلو، الموضوع كله شغال، الموضوع ما فيهوش اي مشاكل. دي طبعا الواجهه، بتقول لك هنا التفعيل زي ما انت شايف، وهنا انك تختار الكيب. هنا طبعا دي برضو الاعدادات اللي احنا داخلين عليها والسمات، وهنا الاختصارات شغاله، ما فيهاش حرق، ما فيهاش اي مشكله. حلو الكلام. فاحنا تعالى نفعل الكيب سوا عشان نشوف بقى السمات بتاعت الكيب. السمات زي ما انت شايف معاك 9 سمات، حرفيا 9 سمات، كل سيم اجمد من التاني. تمام تمام. هنخش على كلمه انيبل بالشكل ده، وهتروح على لوحه المفاتيح بتاعت الشاشه، وهتختار الكيب اللي انت عايز تفعله، تضغط عليه، تمام، بالشكل ده، تمام. وبعد كده بتروح، يعني انت المفروض ضغطت على لوحة المفاتيح، هي اكيد متفعلة، هو الكيبورد كده كده متفعل، تمام، بس انا بعرفك. انت بتخش على لوحة المفاتيح بتاعت الشاشة وبتختار الكيبورد وبتعمل له تفعيل. حلو حلو الكلام. فانت كده الموضوع معاك مش هيكون تقيل ولا اي حاجه، تمام. بعد ما بتفعل الكيبورد من هنا، طبعا الناس كلها عارفه التفعيل بيكون ازاي، بتخش على كلمه سويتش من هنا وبتختار الكيبورد. بعد ما تضغط على كلمه سويتش بتلاقي هنا الكيبورد بتاعك بالشكل ده، انت بتختار، بتضغط هنا كده، انت فعلت الكيبورد، تديله حسنا، تمام. ونخش بقى نبدا على السيمات، نبدا باول سيم معانا. حلو الكلام. وهنروح على الحافظه مثلا بتاعتنا علشان نشوف السمات. طبعا السيم ده السيم الاساسي، السيم اللي بينزل اصلا معاك في الكيب اول ما بتفعله. سيم راي، سيم دارك، شكله لطيف جدا، واسطر الايموجي كلها موجوده معاك، عربي وانجليزي، والتحفيل اهم حاجه اللي هو الزخرفه العربي زي ما بيقولوا، ومعاك الزخرفه الانجليش مثلا مايو اهوت السفاح، تمام. تحط اي نيم بقى جنبك وكلام من ده. نفس الكلام بالعربي، مثلا لو هتكتب مايو السفاح بالشكل ده. حلو الكلام. برضو تحط اي حاجة معاك بقى هنا ايه، البداية معاك، هنا النهاية معاك، ختم معاك، مش عارف، الهاشتاج، علامة الشباك، البلس ديت، كل الحاجات اللي معاك اللي انت لو تعمل مثلا
تعمل لحد كده هوت نظام منشن جوه الجروب لو بتحفل، كل الكلام دوت هينفعك جدا جدا هنا في التحفيل. تمام، وهنا الضحكه وكل حاجه معاك. وعندك هنا الباست اللي هو انت لو لاصق حاجه تعملها باست، فدي اخر حاجه كانت عندي يعني واخدها نسخ. تمام، كل الكلام ده حلو الكلام. فده اللي انا بتكلم فيه بقى، هو دي فايده الكيبورد او جمال الكيبورد، ان هو الكيبورد اصلا يعني داخل وخارج المجال. تمام، حلو الكلام. معاك برضو فرانكو، يعني مثلا مساء، او اقول لكم مثلا بحبكم مثلا. تمام، فالكيبورد جميل جدا. تمام، معاك هنا علامه الاستفهام في الكيبورد، معاك الحافظه بتاعتك بالشكل دوت. ولو عايز تفعل الحافظه بتضغط على الحافظه ضغطه مطوله، وبتدوس على كلمه سيف من تحت علشان تفعل الحافظه. وبعد كده مثلا تنسخ اي حاجه، لو كتبت مثلا هنا مايو السفاح حلو الكبير. تمام، وتاخد الكلمه ديت مثلا تحديد كل وتعملها نسخ، فتحت الحافظه هتلاقيها زي ما انت شايف موجوده قدامك. الاسم هو الديفونت شكله كويس علشان تحفظ كل اللي انت عايزه في الكيبورد. تمام، كل التصميمات تصميمات جديده زي ما انت شايف. كيبورد سريع جدا وخفيف جدا وهينفعك جدا جدا. نرجع على الكيبورد نشوف السطر التاني، السيم قصدي التاني، وترجع تاني كده اهوت. لو دخلت هنا السيم التاني، سيم افتح، سيم يعني رايق اكتر، هيعجب كل الناس اللي بتحب الكيبورد عموما بالشكل اللي هو الفاتح شويه عن الغامق. طبعا حاطين غوامق كتير وحاطين سيم واحد بس لايت جدا، هيعجبكم ان شاء الله. تمام، السيم التالت بالشكل دوت، سيم رصاصي فاتح شكله جميل وفي نفس الوقت دارك وهادي جدا للعين. مش هتلاقي اي سيم من السمات اللي هي المؤلمه للعين او الكلام ده كله. حرفيا يا جدعان الكيف فعلا هينفعكم جدا. سيم يعني اذا كان من السمات تصميمات شكل اسطر الايموجي، او اذا كان شكل حافظه، ففعلا الكيبورد جامد جدا. تمام، السيم الرابع معاك بالشكل ده، ده السيم بقى دارك زي ما انت شايف اسود خالص. تمام، بعد كده السيم الخامس، طبعا مش محتاج ان انا اشرح على السيمات، هو ده السيم اللي انا كنت بكلمكم عليه، السيم اللايت للناس اللي بتحب الحروف واضحه وبتحب اللون الازرق السماوي، وبتحب كمان الاشكال تبقى واضحه جدا قدامها بدل ما تبقى الحاجه دارك وكلام من ده. تمام تمام. ومعاك السيم السادس بالشكل ده، حاجه برضو كده دارك بس دارك يعني فاتح سنه عن دارك الغامق شويه. معاك السيم السابع، السيم السابع برضو رصاصي بس مدرج، حاجة غامق في فاتح برضو كويس جدا ومريح للعين جدا. السيم الثامن حاجة برضو كده فعلا ده من احسن السيمات اللي هتعجبكم جدا. سيم برضو هادي جدا 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 فوق الوصف، بس هو مايل لللايت اكتر. تمام، واخر سيم معانا وهو السيم التاسع، هو ده السيم اللي انا بكلمكم فيه. سيم كده ازرق في لون بيج كده اهوت، فيعجبكم جدا جدا. السيم ده اصلا داخل في سيم بناتي شويه، بس هو السيم رايق جدا والكيب كله رايق. عملنا تيست كامل على الكيب زي ما انتم شايفين. والله انا كنت دايما متعود ان انا بعمل لكم فيديو بنزله على الواتساب تيست، بس فعلا الظروف صعبه جدا، الواحد مش عارف ان هو يعمل ما بين ده وده. بس ان شاء الله انا عارف ان انتم هتسندوني في حاجه زي كده، الشير بتاعكم هيشتغل ان شاء الله، ولايك وكومنت وسبسكرايب في القناه. الناس اللي مشتركه ومفيش اي اشعارات بتوصل لها، يا ريت يا حبيب قلبي انك تلغي الاشتراك وتشترك تاني وتفعل زر الجرس تاني، هتلاقي كل حاجه اشتغلت وتلاقي الدنيا زي الفل عندك. اهم حاجه انك ما تنساش دعم الفيديو ودعم القناه علشان نوصل في الفتره اللي جايه ان شاء الله. وانا رجعت تاني بشكل لكم انواع فيديو كتير ان شاء الله. الفيديو اللي جاي هيكون عن فك جميع انواع الحظر ان شاء الله. الفيديو دوت انا مرتبه والكود جاهز وكل حاجه جاهزه، وهقول لكم ازاي تفك رقمك في اقل قسما بالله من ساعتين مهما كان نوع الحظر ان شاء الله، ما عدا الاباحي هيكون الفك بتاعك الرقم بتاعك مفكوك ان شاء الله، والدنيا تبقى زي الفل. اقدم لكم الفيديو مايو السفاح، والسلام عليكم.